أهلا بيكم في استكشاف جديد لأفكار مهمة. النهاردة هنغوص شوية في كتاب أثر في ناس كتير قوي، العادات السبعة للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي. الكتاب ده أكتر من مجرد خطوات، هو زي دعوة كده لإعادة تفكير شاملة. بالظبط. وكوفي هنا بيلمس حتة حساسة قوي عند ناس كتير. بنشوف ده حوالينا، يعني تلاقي ناس ناجحة جدا بمقاييس الشغل والفلوس، بس حاسين من جوه بفراغ، أو إن حياتهم الخاصة مش ماشية تمام. فعلا. المصادر اللي معانا بتدينا أمثلة كتير. الراجل اللي ناجح في شغله بس علاقته بمراته وولاده متوترة، أو اللي مش قادر حتى يلتزم بقرار بسيط زي إنه يظبط أكله يومين ورا بعض. أو المدير اللي بيشتكي إن الموظفين مش مخلصين ليه رغم إنه بيحاول يكون كويس معاهم. تمام. ده غير طبعا الشكوى اللي كلنا بنسمعها أو بنقولها عن إن الوقت ضيق والعلاقات بقت باهتة ومملة. واللي لفت نظري قوي إن كوفي مش بيشوف دي المشاكل الحقيقية، دي أعراض بس. زي ما يكون واحد تعبان وعمال ياخد مسكنات بدل ما يشوف أصل التعب إيه. بالظبط، المسكنات دي هي الحلول السريعة اللي بنجري وراها. هدفنا بقى النهاردة إننا نفهم وجهة نظر كوفي، إيه هو أساس الفعالية الحقيقية اللي بتدوم، وإزاي تغيير الخريطة اللي بنشوف بيها الدنيا يمكن هو ده المفتاح. وخلينا نبدأ الرحلة دي. طيب، من أكتر الحاجات اللي وقفتني عند كوفي تحليله لتاريخ كتب النجاح أو فكر النجاح نفسه في أمريكا على مدار 200 سنة. هو لاحظ تحول كبير قوي. ممكن توضح لنا أكتر طبيعة التحول ده؟ أكيد. هو كوفي لما عمل المسح ده لأدبيات النجاح لقى إن في زي خط فاصل كده حصل تقريباً بعد الحرب العالمية الأولى. بقى في نوعين من أخلاقيات النجاح. نوعين؟ إيه هما؟ الأول سماه أخلاقيات الكاريزما أو الكاركتر إثيك. دي زي ما بتقول كانت هي الأساس لأول 150 سنة من ال200 دول. التركيز كله كان على جوهر الشخص، على بناء الشخصية نفسها. يعني المبادئ الداخلية؟ بالظبط. حاجات زي النزاهة، الأمانة، التواضع، الشجاعة، العدل، الصبر، البساطة، القاعدة الذهبية بتاعت عامل الناس زي ما تحب تتعامل. الفكرة كانت إن الشخصية القوية هي أساس النجاح والسعادة الحقيقية. زي سيرة بنجامين فرانكلين اللي كان بيشتغل على نفسه عشان يكتسب الفضائل دي. تمام، هو ده المثال الكلاسيكي بتاعها. دي كانت العظمة الأولية زي ما كوفي بيسميها، الأساس جميل. وإيه اللي حصل بقى بعد الحرب العالمية الأولى؟ إيه النوع التاني ده؟ هنا بقى حصل التحول اللي بتقول عليه. ظهرت وسادة فلسفة تانية خالص سماها أخلاقيات الشخصية أو personality ethic. التركيز هنا اتنقل 180 درجة لبره. لبره إزاي؟ الأهم بقى شكلك قدام الناس، البابليك إيميج، المهارات الاجتماعية، تكنيكات التواصل، التفكير الإيجابي، إزاي تعرف تكسب الأصدقاء وتأثر في الناس. النجاح بقى مربوط أكتر بالصورة اللي بنصدرها للعالم، مش بالضرورة بالجوهر اللي جوانا. يعني كأننا بقينا مهتمين بشكلنا إيه أكتر من إحنا مين فعلا. ده فرق كبير قوي. فرق ضخم وليه تبعات خطيرة بصراحة. كوفي مش بينكر أهمية بعض الحاجات دي، أكيد مهارات التواصل مهمة والتفكير الإيجابي كويس طبعا. لكن المشكلة إنه بيعتبر الحاجات دي عنصر ثانوية، حاجات بتيجي بعد الأساس. لو الأساس نفسه اللي هو الشخصية والمبادئ العنصر الأولية في مشكلة، كل المهارات دي ممكن تبقى مجرد أدوات للتلاعب. لو حد مش أمين أصلاً، استخدامه الكلام حلو وتكنيكات إقناع هيبان إنه تمثيل؟ بالظبط، ومش هيبني ثقة حقيقية على المدى الطويل. وهنا بقى ندخل على كلمة السر، الثقة هي الأساس. من غير ثقة مفيش علاقات قوية ومستمرة، وبالتالي مفيش نجاح حقيقي بيدوم. ممكن تنجح فترة قصيرة بالصورة والمهارات، بس لو مفيش أساس متين من الشخصية والمبادئ كل ده بيقع. الشخصية الحقيقية لازم تبان في الآخر. وهنا تيجي استعارة المزرعة اللي عجبتك. استعارة المزرعة دي لخصت الموضوع كله تقريبا. ممكن نفصصها شوية؟ أكيد. كوفي بيقول إن الحياة وخصوصاً نمونا الشخصي وعلاقتنا عاملة زي نظام طبيعي، زي المزرعة كده، بيحكمها قانون الحصاد. قانون الحصاد. بالظبط. زي ما الفلاح ما ينفعش يطنش الأرض طول الموسم ويجي قبل الحصاد بيوم يقولك أنا هلم المنهج وأطلع أحسن زرعة. لا طبعاً، لازم يزرع ويروي ويهتم ويتابع خطوة خطوة. مفيش طرق مختصرة في مزرعة الحياة دي زي ما بنعمل ساعات في الامتحانات؟ صعب قوي.
ممكن في نظام صناعي زي المدرسة أو حتى شغلانة معينة تعرف تعدي أو تبان شاطر بحبة فزلكة أو إنك تمشي على القواعد الظاهرية. صحيح. لكن في العلاقات الحقيقية، في تربية الولاد، في بناء فريق عمل بجد، في مواجهة الحياة نفسها، الجوهر لازم يبان. الشخصية الحقيقية بتفرض نفسها. زي ما إيمرسون قال، والمقولة دي كوفي بيحبها قوي: اللي انت عليه بيزعق في وداني بصوت عالي لدرجة اني مش قادر اسمع اللي بتقوله. ياه، قوية جدا. يعني أفعالك وشخصيتك صوتهم أعلى بكتير من كلامك وتكنيكاتك. بالظبط كده. وده بيخلينا أفكر، هل تركيزنا الزايد قوي على الصورة والبرسوناليتي أثيك ده ممكن يكون هو السبب في كتير من الإحباطات اللي بنشوفها؟ بنعمل مجهود جبار في التلميع الخارجي والنتيجة مش قد كده على المدى الطويل؟ ده جزء أساسي من تحليل كوفي. لما بنركز على الأعراض زي مثلا الموظفين اللي مش مخلصين ونحاول نعالجها بحلول سطحية زي برنامج تحفيز شكلي كده وخلاص، بنكون بنتعامل مع الورق وسايبين الجذر. الجذر هنا هو الثقة اللي بتيجي من الشخصية السليمة والمتسقة. فخلاصة النقطة دي إن الأساس هو جوهر الشخصية ومبادئها، مش الشكل الخارجي. ممتاز. طيب ننقل لنقطة محورية تانية ومصطلح بيتكرر كتير قوي عند كوفي، اللي هو البارادايم أو النموذج الإدراكي. الكلمة دي ممكن تبان تقيلة شوية، ممكن نوضحها وإيه علاقتها بالموضوع؟ بارادايم ممكن تبان كلمة أكاديمية، بس فكرتها بسيطة ومهمة جدا جدا. البارادايم ده ببساطة هو الطريقة اللي بنشوف بيها الدنيا، مش الرؤية بالعين بس، لا، الإدراك، الفهم، التفسير. زي النضارة اللي بنلبسها؟ بالظبط، أو زي الخريطة. كلنا بنستخدم خرايط عشان نعرف طريقنا. الخريطة دي هي نموذج للمكان، صح؟ صح، هي مش المكان نفسه، هي رسمة ليه. تمام. وهنا بقى الخطورة. لو الخريطة اللي معاك غلط، كوفي بيحكي قصة رمزية. تخيل إنك رايح مكان معين في شيكاغو ومعاك خريطة شكلها حلو قوي ومفصلة، بس بالغلط هي مكتوب عليها شيكاغو لكنها في الحقيقة خريطة لديترويت مثلا. هفضل ألف حوالين نفسي ومش هوصل أبداً. أبداً. مهما حاولت تمشي أسرع أو تكون إيجابي ومتفائل أو حتى تاخد كورس في قراية الخرايط، كل ده ملوش أي لازمة طالما الخريطة نفسها غلط. المشكلة مش في سلوكك أو موقفك، المشكلة في البارادايم، في الخريطة. وده بيربط مباشرة بالمقولة التانية المهمة بتاعته: الطريقة اللي بنشوف بيها المشكلة هي المشكلة. يعني نرجع تاني للأمثلة اللي قلناها في الأول: المدير اللي موظفينه مش مخلصين، الشخص اللي وقته ضايع، اللي جوازه بقى فاتر، ممكن يكونوا بيتعاملوا بخريطة غلط أصلا. بالظبط كده. ممكن يكونوا بيستخدموا بارادايم سطحي بيركز على الحلول السريعة أو على إن المشكلة في الطرف التاني دايماً. يعني بدل ما المدير يفكر إزاي يصلح الموظفين دول كأنهم مكنة بايظة، ممكن يسأل نفسه: هي خريطتي أنا عن الإدارة وعن الناس صح أصلا؟ تمام. هل أنا شايفاهم بني أدمين ليهم قيمة وكرامة ولا مجرد أدوات؟ هل بثق فيهم فعلاً؟ هل نظرتي ليهم هي جزء من المشكلة؟ والشخص اللي بيشتكي من ضيق الوقت، ممكن تكون مشكلته مش في عدد ساعات اليوم، لكن في خريطته عن معنى الوقت، عن أولوياته، عن قيمة كل نشاط بيعمله. هل بارادايمه عن النجاح مثلا بيخليه يملى وقته بحاجات شكلها مهمة بس هي مش مهمة فعلا بالنسبة له؟ وفي الجواز نفس الكلام. بدل ما نلوم الطرف التاني وخلاص، هل بنراجع خريطتنا إحنا عن معنى الحب والالتزام والعطاء والتوقعات؟ هل البارادايم بتاعنا صح أصلاً؟ النقطة دي قوية جدا فعلا، إن تغيير البارادايم ده عامل زي ما تكون بتغير نظام التشغيل، الأوبريتنج سيستم بتاع مخك، مش مجرد بتغير برنامج أو تطبيق. وده أكيد أصعب بكتير. أصعب طبعاً، بس هو ده التغيير الحقيقي اللي بيجيب نتيجة. كوفي بيسمي اللحظة اللي بنكتشف فيها إن خريطتنا غلط لحظة الإهاء، اللحظة اللي بنفهم فيها إننا كنا بنبص للموضوع غلط خالص. ودي اللي بتخلينا نبتدي نشتغل على الجذور، مش بس على الورق اللي فوق. بالظبط. وده بقى يودينا للحل اللي كوفي بيقدمه. طيب لو كانت المشكلة الحقيقية في البارادايم والحل مش في التركيز على الشكل الخارجي أو البيرسوناليتي أثيك، يبقى إيه الطريق بقى؟ كوفي بيتكلم كتير عن منهج اسمه من الداخل للخارج أو inside out. إيه بقى حكاية المنهج ده؟ منهج من الداخل للخارج ده هو الخلاصة الطبيعية لكل الكلام اللي فات. هو فلسفة بسيطة لكن عميقة. أي تغيير حقيقي ودائم في حياتك لازم يبدأ من جواك أنت الأول. يعني نشتغل على نفسنا قبل ما نحاول نغير أي حاجة تانية. بالظبط.
نشتغل على نفسنا، على أعمق حتة فينا، البارادايمز بتاعتنا، شخصيتنا الحقيقية، دوافعنا اللي بتحركنا بجد. يعني بدل ما أقول مراتي مش مقدراني ومش فهماني، الأصح إني أسأل نفسي أنا إزاي أكون زوج يستاهل التقدير والفهم ده. هي دي الفكرة. وبدل ما أقول ابني ده عنيد ومش بيسمع الكلام خالص، أسأل هو أنا أب متفهم وصبور وبعرف أسمع كويس وببني علاقة ثقة أصلاً؟ بالظبط كده. لو عايز جواز سعيد، كن أنت الشريك اللي بيخلق السعادة دي. لو عايز ابنك المراهق يسمع كلامك ويتعاون معاك، كن أنت الأب أو الأم اللي تستاهل الاحترام والثقة دي. لو عايز الناس تثق فيك، كن أنت شخص أهل للثقة فعلاً. لو عايز العظمة الثانوية اللي هي التقدير الخارجي والنجاح الظاهري، ركز الأول على العظمة الأولية اللي هي بناء شخصيتك ومبادئك. ده ماشي قوي مع فكرة تانية مهمة عنده، إن الانتصارات الخاصة لازم تيجي قبل الانتصارات العامة. تمام. يعني قدرتي ألتزم بكلمتي مع نفسي، أسيطر على ردود أفعالي، أفهم نفسي الأول، دي هي الأساس اللي ببني عليه أي علاقة ناجحة مع أي حد تاني. 100%. محاولة إنك تبني علاقات قوية وإيجابية مع الناس، انتصارات عامة، من غير ما يكون عندك أساس قوي من الوعي بالذات والتحكم فيها والالتزام بالمبادئ، انتصارات خاصة، دي عاملة زي اللي بيبني بيت على الرمل، هيقع مع أول شوية هواء. صحيح. وكوفي هنا بيرفض بشدة فكرة إننا نرمي اللوم دايماً على اللي بره، الظروف، الحكومة، شريك الحياة، المدير. أكيد العوامل الخارجية ليها دور، مش بننكر ده، لكن نقطة البداية الحقيقية للتغيير الفعال لازم تكون من جوه. لازم نمسك إحنا زمام المبادرة ونشتغل على دايرة تأثيرنا المباشرة اللي هي نفسنا. الفكرة دي ممكن تكون صعبة شوية على ناس كتير متعودة تدور على حلول سحرية أو مستنية حد تاني يتغير. محتاجة مسؤولية شخصية كبيرة. محتاجة مسؤولية وشجاعة إن الواحد يواجه نفسه بصراحة، لكن في نفس الوقت هي دي اللي بتدي القوة الحقيقية، لأنها بترجع لك التحكم بدل ما تفضل مجرد رد فعل للي بيحصل حواليك. وده بقى بيوصلنا لمبدأ تاني مهم قوي عند كوفي بيساعدنا نطبق الكلام ده بشكل عملي. تقصدي مبدأ الإوزة والبيضة الذهب؟ فاكر الاستعارة دي كويس قوي. أيوة، هي دي. الاستعارة دي بتلخص مبدأ حيوي جدا اسمه توازن الإنتاج والقدرة على الإنتاج، أو ال PPC Balance. القصة المشهورة كلنا عارفينها تقريبا. مزارع فقير في يوم لقى الإوزة بتاعته باضت بيضة ذهب، تاني يوم نفس الكلام، بقى غني جدا بسرعة. بس الطمع بقى. الطمع والجشع عموها. قالك ليه أستنى كل يوم بيضة واحدة؟ أكيد الإوزة دي مليانة بيض ذهب من جوه. وراح دبحها عشان ياخد الكنز كله مرة واحدة. وللأسف لقاها فاضية من جوه زي أي إوزة عادية. وبكده عشان يكسب مكسب سريع وكبير زي ما كان فاكر، خسر البيض اللي كان بياخده كل يوم، وكمان خسر المصدر نفسه، الإوزة اللي كانت بتجيب له البيض. وهنا كافي بيقول إن البيض ده هو البي. أيوة، البي يعني production، الإنتاج، النتائج اللي احنا عايزينها، فلوس، درجات عالية، نجاح مشروع، علاقة كويسة، أي نتيجة مرغوبة. والإوزة هي البي سي، البرودكشن كابابيليتي، يعني القدرة على الإنتاج، الأصل نفسه أو المورد اللي بينتج النتيجة دي. والدرس المستفاد بقى إن الفعالية الحقيقية، يعني إنك تفضل تحقق نتائج كويسة على طول، بتعتمد على التوازن بين الاتنين دول، بين اهتمامنا بالنتيجة بي واهتمامنا بالمصدر نفسه بي سي. بالظبط، هو ده مربط الفرس. الفعالية الحقيقية تساوي توازن PPC. لو ركزت كل مجهودك إنك تاخد أكبر كمية بيض ذهب في أسرع وقت ممكن maximizing P، وأهملت صحة الإوزة وأكلها وشربها وراحتها neglecting PC، الإوزة دي يا هتموت يا هتبطل تبيض خالص. والعكس برضو مش صح؟ طبعاً، لو فضلت تدلع في الإوزة وتهتمي بيها قوي focusing only on PC من غير ما يكون هدفك إنها تنتج بيض أصلاً ignoring P، مش هتعرف تستفيد منها ولا حتى هتعرف تجيب لها أكلها. لازم التوازن. المبدأ ده شكله بسيط، بس لما نفكر فيه تطبيقاته في كل حتة في حياتنا. كوفي طبقه على أنواع مختلفة من الإوزة أو الأصول دي، مش بس الإوزة والبيضة المادية. صحيح، وهو ده الأهم. هو قسم الأصول دي ل3 أنواع أساسية. الأصول المادية، عربيتك، بيتك، اللابتوب بتاعك، أي حاجة مادية بتستخدمها عشان تنتج بيها حاجة تانية، زي جزازة العشب اللي قال عليها. بالظبط. لو عندك جزازة عشب، دي البي سي، بتستخدمها عشان تخلي جنينتك شكلها حلو، دي البي. لو فضلت تستخدمها وبس
من غير ما تعمل لها صيانة وتنظفها وتغير لها زيت. إهمال للبي سي هتبوظ ومش هتعرف تستخدمها تاني. لازم تستثمر وقت ومجهود في صيانة الأصل عشان يفضل ينتج. منطقي جدا. والنوع التاني؟ الأصول المالية، زي الفلوس اللي معاك. البي سي اللي ممكن تستثمرها عشان تجيب لك دخل. البي لو كل الدخل اللي بيجيلك بتاخده وتصرفه عشان تزود مستوى معيشتك، تزود البي من غير ما ترجع تستثمر جزء منه عشان تحافظ على الأصل أو تكبره. إهمال للبي سي هتلاقي نفسك في ليست مع الوقت. يعني لازم أحافظ على رأس المال نفسه. وأهم أصل مالي هو إحنا نفسنا، قدرتنا على الشغل وكسب الفلوس. لو ما بنستثمرش في تعليمنا وتطوير مهاراتنا، البي سي بتاعتنا، قدرتنا على الكسب، البي، هتقل مع الوقت. تمام. والنوع الثالث والأهم بقى؟ الأصول البشرية، العلاقات بين الناس. ودي يمكن أهم وأصعب نوع. في الجواز مثلا، لو كل واحد مركز بس على اللي بياخده من العلاقة، على حقوقه وعلى راحته هو البي، ومن غير ما يبذل مجهود ووقت عشان يفهم الطرف التاني ويتواصل معاه ويبني ثقة وحب واحترام، البي سي، العلاقة نفسها الأوزة بتضعف وبتمرض وممكن تموت خالص. ياه، يعني حتى في علاقاتنا لازم نهتم بالعلاقة نفسها الأوزة، مش بس باللي بناخده منها البيض. بالظبط. ونفس الحكاية مع الولاد. كوفي بيحكي الموقف بتاع بنته الصغيرة اللي في عيد ميلادها رفضت تخلي صحابها يلعبوا بلعبها الجديدة. الموقف ده أثر فيا. رد فعله الطبيعي الأول كان إنه يضغط عليها عشان تتصرف صح قدام الناس، يركز على البي، على المظهر الكويس. لكنه أدرك إن ده بيهمل البي سي، اللي هو إحساس بنته بالأمان وبين الحاجة دي بتاعتها فعلا، وكمان بيهمل بناء علاقة الثقة والحب بينه وبينها. فلما اشتغل على البي سي الأول، سلوك المشاركة، البي جه لوحده عاد كده. بالظبط، وبشكل طبيعي وصادق. وفي الشغل نفس الشيء. المدير اللي بيضغط على الموظفين عشان يطلع منهم أعلى إنتاجية في وقت قصير، بس على حساب إرهاقهم وعدم تقديرهم ومعاملتهم وحش، إهمال البي سي ده بيكسب مكسب مؤقت، لكنه بيخسر ولاء الموظفين دول وإنتاجياتهم الحقيقية على المدى الطويل. الأوزة بتموت بالبطيء. كوفي كان بيقترح نعملهم كمتطوعين. أيوة، نستثمر فيهم وفي علاقتنا بيهم وفي تطويرهم عشان ناخد منهم أحسن ما عندهم من إبداع وولاء والتزام. الكلام ده بيوضح إن الاهتمام بالبي سي، بالقدرة على الإنتاج، بالصيانة والتطوير وبناء العلاقات، ده مش رفاهية أو حاجة بنعملها لما نلاقي وقت فاضي. لا خالص، ده استثمار ضروري عشان نضمن إن النتائج بي تستمر وتتحسن كمان على المدى الطويل. دي الحاجة اللي بتخلي الأوزة بتاعتنا قادرة تنتج بيض ذهب أكتر وأحسن. يعني الصيانة والتطوير مش تكلفة ضيعة؟ لا، دي أهم استثمار بنعمله. إهمال البي سي بحجة مفيش وقت أو مش مهم دلوقتي، دي وصفة سريعة لتدهور كل حاجة على المدى الطويل، سواء كانت فلوس أو علاقات أو حتى صحتنا. تمام. يبقى لو حبينا نلم الخيوط دي كلها مع بعض في الآخر، نقدر نقول إن رسالة كوفي الأساسية على الأقل في الأجزاء اللي اتكلمنا فيها دي هي إن طريق الفعالية بجد والسعادة اللي بتدوم مش بيجي بالحلول السريعة ولا بالتركيز على الشكل الخارجي بس. صحيح. الطريق لازم يبدأ من جوه، من بناء شخصية قوية ليها مبادئ ثابتة، ومن مراجعة وتصحيح الخرائط اللي في دماغنا، البارادايمز اللي بنشوف بيها الدنيا. تمام. وبعدين نطبق ده في حياتنا بإننا نحافظ دايماً على التوازن بين اهتمامنا بالنتائج اللي عايزينها P، واهتمامنا بالأصول والعلاقات اللي بتجيب النتائج دي PC. وكل ده تحت مظلة المنهج الكبير اللي هو من الداخل للخارج. تلخيص ممتاز جدا، وهو فعلا بيمثل نقلة نوعية في التفكير لمعظم الناس اللي اتعودت تدور على اللصقة الطبية السريعة لأي مشكلة بتقابلها. بدل اللصقة بيدعونا نفحص الجرح نفسه ونعالج سببه. بالظبط، نشتغل على الجذور، نبدأ بنفسنا. وده ممكن يكون أصعب ومحتاج صبر ومجهود، بس نتائجه هي اللي بتعيش فعلا. كفكرة أخيرة بقى نختم بيها ونسيبها كده للمستمع يفكر فيها، فيكتور فرانكل الطبيب النفسي النمساوي اللي كوفي استلهم منه كتير قوي، كان بيقول إن معنى الحياة ورسالتنا فيها دي مش حاجة بنخترعها من دماغنا، دي حاجة بنكتشفها جوانا وفي تفاعلنا مع العالم. فكرة الاكتشاف دي مهمة. بالظبط.
فيا ترى إيه اللي ممكن نكتشفه عن نفسنا وعن دورنا الحقيقي في الحياة لو قدرنا نبص للعالم ولنفسنا من خلال عدسة المبادئ والشخصية والبي سي، مش من خلال عدسة المقارنات أو إرضاء الناس أو النجاش السطحي؟ سؤال مهم جدا للتفكير. شكراً جزيلاً على التحليل العميق والممتع ده لأفكار ستيفن كوفي التأسيسية، وإن شاء الله نتقابل قريب نستكشف أفكار جديدة.